هلا بدأ التسجيل. أبونا أهلا وسهلا بك لدراسة اللغة الأشورية المعاصرة، كتاب القواعد الأشورية المعاصرة. وفي هذه الحلقة سنكمل قراءة الأفعال السريانية ومقابلها العربي. واطلب من المشاهدين العرب يركزوا على كلام، على اللفظ تاع أبونا شمعون، وحاولوا يراقبوا القرابة بين هذه اللغة الأشورية والأفعال العربية. أنا لاحظت أنه يعني في كثير أفعال ما لها أي علاقة باللغة العربية، خلافا يعني العبري والعربي أقرب. أنا رأيت ذلك، يعني أنا ما بفهم كثير عبري، بفهم قليل جدا عبري، بس يعني حسب اللي شايفه أنه فعلا ال 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 يعني بالإضافة إلى القواعد، بس يعني الأفعال بعيدة عن بعضها. فيا أبونا يعني ركزوا على هاي النقطة، لاحظوا دائما تقول هذا الفعل شوف معناه بالعربي، هل عندنا موازي له أم لا، يعني نشوف القرابة بين بعضهم. أبونا شمعون قال يعني لأنه هاي كمان ربما أخذت من اللغة السومرية والأشياء، ربما ليست لغة سامية، التي ربما ما تدري. نسأل أبونا أستاذنا كريستوف، هل يعتبر اللغة السريانية هي اللغة السامية أم لا؟ لكن مو مشكلة، هي 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 اللغة يعني من اللغات القديمة تاعت منطقتنا، والمسيح كان يتكلم بيها. المسيح بذاته كان يتكلم هاي اللغة، يعني ما يتكلم العبري، فهمت علي؟ وحتى اليوم في فصول من العهد القديم مكتوبة بالأحرف العبرية، هي اللي أصلها حرف أرامية، لكن اليهود ذاتها ما يفهموها. اليهود ذاتهم ما يفهموها. وعقود الزواج في إسرائيل ما زالت تعمل باللغة الأرامية، واليهود ما يفهموها، يعني يتزوجون مش عارفين على شو يتزوجوا. شفت النكتة تاعتهم؟ يعني يعني غريب عجيب، يعني واحد يتزوج على عقد زواج مش عارف شو كاتبين له، لكن لا عاملين فيه عملة وقعوه بداية. ايه فواحد، شفت واحد صديقي لي كان بقول له شو بتعمل بعيد بحفلة الزواج؟ بقول له شو بتعمل؟ قال بقرأ يقرأ لي الحخام شو مكتوب بعقد الزواج. يا نهار اسود، انت مش عارف على شو تتزوج؟ انت مش عارف تتزوج على شو؟ فاهم علي؟ قال لي ايه، ما في الا الحخام يفهم عقد الزواج. قلت له هو اللي بتتزوج ولا انت؟ على كل يعني هاي غرابة الوضع في هذه البلاد تعودنا، اللي يعني صحيح احنا يقولوا عندنا المسلم ببيع عقله للشيخ، يعني حط عقله بعقل الشيخ، وهناك حط عقله بعقل الحخام. حتى في الزواج العقد اللي يمضيه هو الحخام، هو الوحيد اللي يفهمه والثاني ما يفهمه. امور غريبه. ابونا فرجينا شو بجعبتك. ايوه شكرا استاذ سامي، شكرا، واحييك واحيي كل المتابعين. على كل حال نحن راح نشوف لكم النص، اشارككم النص وحتى نشوف. ما اعرف اذا ظهر عندك النص بصورة جيدة وكاملة ام لا. ايوه ارفع هذول، ايوه هيك واعمل برويون. صحيح، اعمل برويون. أيوة. انا اول ما يظبط النص هيك انا بختفي من الشاشه، أيوة. هلا هيك مليح. هلا صار ممتاز، من دار ابو ممتاز. اوكي. ابونا هلا انا بقطع الصوت عندي وبقطع الكاميرا عندي وبخليك تحكي لوحدك، وانا أيوة. بسمع، واذا في شيء يسال وانا كل حد قاعد وقاعد. ايوه فعلي انا مو تاركك، يعني مو تاركك، ان شفتك جميل حتة شمال يمين بنبهك خليك ترجع على الطريق. نعم شكرا يلا ايوه شكرا ايوه. مواصيك فانا على مثل ما قلت مشاهدين انتبه عليهم.
اوكي تحياتي للجميع. احنا كان في الحلقة السابقة انتهينا من حرف الخيت او الحاء العربي خاء العربية يعني خيت الاشورية، واليوم نبدأ بحرف طيت او الطاء. الطاء وايد قدامكم، هو هذا حرف الطاء، والكلمة الأولى منه هي طائس، طاء همزة سين، وهي آرامية الأصل، واسم فعلها طياسة، طائس طياسة يعني طار حلق حامى. وشوف لها أيضا المرادف بارخ، أيضا بارخ، انظر بارخ طائس نفس المعنى to fly. أوكي. وبعدين الفعل الثاني هو طائب، طائب طاء همزة بي، واسم فعله طيابة، طائب طيابة، ومعناه طفى، فهذا يشبه العربي. شوف طائب وطفى، طائف طيافة طفى، طفى يطفو، أيوة to float. الثالث هو طابع، طابع. طبعا احنا ما نلفظها كما قلت أنا في أكثر الأحيان 90% العين ما نلفظها هيك قوية من طلعة من البلعوم من الحنجرة، نقول طابع طابع هيك. طاب هي طابع، طابع طباعة يعني غرق خفية، يعني اختفى، يختفي من شيء. يقول هاي وين ايش طبيله هذا، اين اختفى هذا الشيء. حتى لما يغرق ايضا ممكن طاب طبيله، جامي طبيله، يعني السفينه غرقت او اختفت في البحر. ابونا بالقران جت فعل طبع، ايه لكن طبع على قلوبهم. جت العباره هي لازم هاي يمكن اخفى على قلوبهم، يعني مثل هيك، طبع على قلوبهم يعني ختمها، مثل ختم على قلوبهم طبعا. هاي عندنا يعني هاي طوعه، هاي راح نجي لا يعني هذا عندنا هذا طبع بس هذا يعني مو هو هذا. مثل ختم على قلوبهم، يعني ما عادوش يسمعوا ولا شيء، طبع على اذانهم مثل هيك. فاهم علي؟ فيظهر انه قريبه، ما بعرف. اتفضل. ايه يمكن هي قريبة. عندنا هذه، عندنا طابع نحن طباع بالاشوري طبعا هذه، وعندنا طاوع هذا ارامي بالباء الملينة، طاوع بدل طابع، طابع. طواعة هي طبعة ختمة، هذه ختمة طبعة، هذه ارامية طبعا موجودة بالقواميس هذه. طاوع طواعة طبعة ختمة. بعد عندنا طاوة، طاوة طاء واو أليف، طاء واو أليف بالدقيقة. أوكي العفو، كان في شيء لازم أسويه. أوكي هنا نرجع أيضا طاوة، قلنا طاء واو أليف طوايا اسم فعلي طاوة طوايا. شوى، شوى يشوي، شوى اللحم طاوة. وطويته هي شوي، الشوي المشويات، طوياته المشويات. طاور أو طور، العفو هذه الحركة فتحة قصيرة، طور طوورة طورة، جايز هاي مأخوذة من العربي. طور طورة طورة، طور يطور. وطبعا التلطيف يكون بالميمي، مطاور مطاورة، نفس المعنى. الفعل الآخر هو طخطخ، طاء خاء طاء خاء، طخطخ طخطوخة، طخطخ طخطوخة. رضة سحقة، رضة. أوكي بعدين عندنا حرف الفعل الآخر طاخن، تخانة، طاخن تخانة. أبونا احنا عندنا عبارة بالشرق يقول يا تطخه يا تكسر مخه. يا تطخه يا تكسر مخه، أيوه. ايه يعني ما هو نفس الشيء، الطخ وتكسر مخه طلعت نفس الشيء. ايه رضه يعني يا تسحقه يا تكسر مخه. ايوه بس احنا طخه يعني هو اطلق النار عليه عندنا. ايه صح طخه. طخ، ايوه طخ. فربما التعبير العربي هلا يعني
شايف إنه يا تطخه يا تكسر مخه، إيه. يعني هي من السرياني، بمعنى يعني يا تسحقه يا تكسر مخه، هو نفس الشيء. ايوه، نحن بالعراقي طخه، يعني طخ يعني اصابه طخه. ايوه بس اظن المثل العربي اللي انتوا تقولوها عندكم في العراق، يا تطخه يا تكسر مخه. لا احنا عندنا يا تطخه يا تكسر مخه، هاي فهمت. عباره يعني ما في وسط، ما في حل صح، وسط. ايه ما في على الوسط. ايوه، لو يا هيك لو تطخه هيك. يا تكسر مخه. يعني يا اخي اتهون عليك، يعني لا تطخه يا تطخه يا تكسر مخه. تكسر مخ. فيعني اظن انه هذا هلا يعني جتني اقول انه هاي اكيد بالمعنى السرياني مو نعم، بالمعنى العربي، اخطخ، ايوه لانه غطى، عامة صح هو حكى. يعني المتباعدين يعني هذول هم قرابة بين بعض، الطخ وتكسر مخ. فاهم ايوه. علي؟ يعني هو نفس الشيء، يعني يا بتسحقه يا بتكسر له راسه. ايوه. يلا كمل أبونا، حلو كمل. حلو، شكرا. عندنا الفعل آخر طاخن، طخانة، طحنة، مثل العربي هذا طاخن، طخانة، طحنة. عفوا. عندنا فعل الآخر طكس. طكس، الكاف هي كاف سين، الكاف مشددة لأن قبلها حركة فتاح، بتاحة، بتاخة القصيرة. طكس، طكوسة، وتلينها مطاكس، مطاكوسة. نظم، رتب، برمج، هي آرامية. طكس، طكوسة. حتى طخصة، الكاف تتلين، لأن هناك بعض القواعد في عندما الكاف ممكن لازم تتلين يعني. فطخصة مثلا يعني معناه الترتيب، النظام الكنسي، نظام الشعائر، المراسيم، يسموه طخصة. حتى بالسريان الغربيين والشرقيين كلدان كلها الرتب الكنسية يسموها طخصة. احنا طخسة، بنقول طخسة. عربي الطقس. الطقس، ايه ايوه، الطقس عربوها الديني طقس، ايوه طقس، ايوه. هو نفس الشيء. طكس، 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 نظم، رتب، برمجة. وعندنا ايوه طبعا افعال اخرى مرادفة لها، شوفوا انظر: زرس ومريز. عندنا زرس، زروزة، مريز، مريوز، ايضا نفس المعنى تعطي مرادفة لها. اوكي. طالع، طلايا، طالع، طلايا، يعني ينعس، نعسة، نعسة. طالع، طاء، لام، أليف، طلايا، نعسة. والشيء الغريب أنه باللغة الآرامية طليا، طليا مو طليا، طليا طليا عندنا بالآشوري من هالفعل هذا، طليا يعني نعسان. ولكن طليا باللغة الآرامية معناه الخروف الصغير، شو سميه هذه الحمل. حتى بالعراقي، العربي العراقي يقول هاي طلي، طلي، يسمون الحمل طلي، من الآرامي طليا، طلي. أبونا، هل هذه الكلمة لها علاقة مع اللي جاء في الإنجيل طليطة قومي؟ هذيك الآرامية، يعني هي طليتا أو طليتا، هو تأنيث الطلية. طلية هو الحمل هذه، وطليثة هي شو اسمه المؤنثة، وتستعمل للطفل أيضا. يعني الطلية يجي معناه طفل، طلية، العفو، مو الحمل باللغة شو اسمه العراقية العامية. طلي يعني حمل، خروف صغير. ولكن طلية وطليتا بالآرامي معناه هي طفل وطفلة، أو الفتى والفتاة. طلية هو الفتى، وطليتا هي الفتاة، أيوه أيوه الفتى أيوه والفتاة طبعا. أيوه. وهنا طبعا هنا في الإنجيل حقيقة زين أنت ذكرت عجبا. يعني أنا إلى سنة يعني عجبا، كان قال المسيح طليتا، كان يعني بها يعني يا نعسانة يا نائمة، أم أنه يا فتاة، يعني تعطي معنى يعني.
ايوه لهيك انا فكرت قلت انه لانه هو كان يقول هي ليست مائتة هي نائمة. نائمة بالضبط، فلذلك قال ايوه طليتة قومي بالضبط، طليتة طال طلايا. يا نعسانة قومي. ايوه يا نعسانة قومي، ايوه ايوه يا بالضبط. نايمة قومي. حلو، خوش ملاحظة عملت، جميل، شكرا شكرا، ايوه بالضبط، هي هيك طليتة. فطليتة هي تعطي المعنى، عندنا نحن ناخذها بالمعنى، اما نعسانة يعني نايمة، او انه الفتاة يعني. ايه اوكي. هنا بعدين نجي على طالب، هي عربية، طالب، طاء لام باء، طلابة، طلبة العربي، طالب. هو عندنا كلمة مرادفة لها باء، باء بآية. اوكي. بعدين طلل، طلل، طاء لام لام، طلولة، طلل طلولة، ظلل سترة، ايضا تشبه عربي، ظلل سترة. فطلانيتا هي الظل، الظل هو مؤنث، عندنا طلانيتا، أو طلة أيضا، طلة ظل، طلة وطلانيتا يعني الظل هو، نعم، من طلل يظلل. طالم، عندنا طالم، طلامة، ظلمة، غشمة، هو الأصلي هذا طالم، ونحن لكن نستعمل أيضا كمرادف إلى الظالم، ظالم، نسويها ظالم بدل طالم، زي ما نقول ظالم بالكلام. اوكي. عندنا طلق، طلوقه، مطالق، مطالوقه، طلقه، هذه طبعا ايضا اراميه يعني اصليه، وبالعربي نفس الشيء، لانه في هناك بين الارامي والعربي في اكثر تشابه من ما بين الاشوري والعربي. ايوه. بعدين طلق، طلوق، طمئ، طمئ، طاء ميم أليف، طمئ، طموية، طامم، طاموية، تلطيفها، دنس، لوث، دوس. شوف الطمي، الطمي بالعربي الطمي، شو هو الطمي؟ يعني هو ما غير يرميه النهر. فحل، ايوه هذه، نعم، الطين والهذه نعم نعم. احنا نقول احنا فالطمي بالعربي، فيمكن جاي من هون، لانه يكون دنس، يكون وسخ يعني هذا. واحنا نقول في العربي الطامة الكبرى. ممكن ايه جاء حد صح، طامة الكبرى، طمي. ايوه فعندنا نحن كلمة أخرى بالأشوري، تشابلن، تشابلن، تشاب، مبي، لام، نون، أخذناها، هاي شفناها قبل. تشابلن أيضا تعطي نفس المعنى، دنس، طميلة ين تشبلن أو تشبلن، نفس نستعملها اثنينات. عندنا فعل آخر، طامغ، طاء ميم غا، غين، غمل، جمل تصير غمل تحت نقطة كبيرة، طماغة، طمغة مثل العربي طمغة، طمغة، والطمغة هذه والختمة والختم. الطمغة يمكن ما أعرف إذا هي عربية الأصل أم غير، من احنا غير. بنقول دمغة. دمغة دمغة صح. مش ضمغة. نحن بالعراق نقول طمغة، طمغة، احنا دمغة. نقول بس دمغة دمغة. يدمغ دمغ الجلود، دماغ الجلود، هذيك دباغة، صح. ايوه دمغة احنا بنقول. دمغة، خلينا نخليها دمغة، صح. حط اثنين، حط اثنين، اذا انتوا تقولوا حط اثنين ليش لا. أيوة، خلي دمغة، وخلى الأخرى أيضا هلا دمغة، أيوة دمغة، انت طمغة. كتبت بالضاء، ابونا كتبت بالضاء. ضمغة. إيه إيه صح، أيوة شكرا. طمغة ودمغة يعني تفرنك، طامخ. طامر، طامر، طمارة، طمرة مثلا عربي، شوف طمرة غاصة، طمرة غاص، غاصة، طامر، طامر. أما طمر، طمورة، شوف طامر، طمارة، هذه مو مشددة، طامر، طمارة، فثلاثي، هنا يصير رباعي، طمر، طمورة، وتلطيفة بالميم، مطامر، مطامورة، دفن، طمر، أيضا دفن، طمر. هذه نفسه يطمر، هو نفسه يطمر أو يغوص، هنا لا، يغوص ويطمر ويدفن، يدفن الآخر، يعني هذا متعدي، هذا لازم. أوكي. بعدين عندنا طامش، طاء ميم شين، طامش، طماشة، طمسة، غمسة. شوف السين،
شين هي شين بالاشوري، سين بالعربي. طمس طامش 12. طنطن طاء نون طاء نون، طنطن طنطونة، طنطنة أو رنة، ردنا في أذني شيء، طنطنة، طنين، طنين، طنن. أيوة. طاء طاعة، طاء عين أليف، وهي آرامية. طاعت آية يعني فتشة بحث، طاعت آية بحث. هي بالآرامي تجي عندها معنى أيضا آخر، يعني ظل، يعني ظل أو شو ظل، يعني تاه، ضاع طاعة. لكن نحن بالآشوري عندنا فتش بحث، طاعة فتش وراء الشيء المفقود. يعني في الآرامي هي طاعة تعطي معنى فقد أو ظل أو ضاع. أوكي. لكن عندنا فتش بحث. طاعم طاعين ميم، طاعم، طعام ذاق يذوق، ذاق يذوق. منها يجي الطعم، طعم الشيء، لأنه مذاق الشيء يعني. فالظاهر هذه بالضبط هي آرامية أو أشورية مو عربية، لأنه بالعربي في كلمة أخرى مذاق، المذاق، وبدليل أنه ذاق، هو الفعل ذاق، الجذر بتاعه ذاق، مو طعام، ذاق. طعام ذاق. طائن طعانا، طائن طاعين نون طعانا، حمل أو تحمل، حمل على الكثير، حمل، طاعن حمل تحمل. طائس طاء عين صاد، طاء عين صاد، طائس طاسة، خرق ولج، مثلا من يخرق الشوكة، تخرق الإيد، تخرق بالإيد تدخل بالجسم شوكة، نقول تصلة. أو لما الدبوس ينخز الإنسان، يمكن نخزة بالعربي، يمكن بدل ولجة نخزة أحسن من ولجة. نخزة. أوكي. خرق نخزة. طائس. طابة طاء با أليف، شوف طائب طاء أليف با كان عندنا طفى يطفي، أما طابة طاء با أليف عكس طبايا انعدى أو لحق. فأنا طفيلي يقول أنا انعديت انفلونزا من ابني، مثلا نقول من أخي. طفيلي، أنا طفيلي انفلونزا، يعني انعديت من الانفلونزا هذه. ولحق أيضا طابة، خلي يلحقوا، يقول شوف طابة، خلي يلحقوا، شوف يقدر يلحقوا. فشوف، بس إذا نجي نحن اتيمولوجيك ما هذه، شوف أنه أيضا لما أنا أقول انعديت انفلونزا، يعني لحقت بي انفلونزا، تمام؟ المرض، يعني انعديت مرض معين لحق بي، فنحن نستعملها للاثنين، انعدى أو لحق. مطبة مطبوية هو السببي تاعه، مطبة مطبوية، أعدى يعدي. أما طب طاء بالفتحة القصيرة، والباء هي مشددة، طب طبوية، لكمة أو أشعلة، لكمه لكمة أو أشعل النار، مثلا طابي لنورة، اشعل النار، أشعل لا أحرق، أشعل يشعل أو يلكم. طب طابوية، مطاب طابوية، يشعل. شوف كم هو فرق قليل يتغير المعنى، طابة وطبة. أوكي. طبطب طبطب، طابة طابة، طبطب طبطوبة، تذبذب ارتج، تذبذب، عندما تتذبذب مثلا هذه الشمعة تتذبذب هذه. ويقال المسيح سراجا مطفطفا. شوف نحن بالإنجيل لأنه ترجمناه نحن للعربي، فاستعملنا نفس كلمة السريانية أو الآرامية، طبطب يقول سراجا مطفطفا لا يطفئ. هذا مع واحد عربي لما كنت أترجم كتاب من الأشوري العربي، خليت بنت هي عراقية أيضا أستاذة
قلت خلي تشوفوا يعني هذه شو صلحوا أغلاط شيء. فقالت شو هاي طبطب؟ نحن ما في طفطف مطفطف بالعربي. قلت له نحن موجودة بالإنجيل عندنا العربي موجود مطفطف. قالت ما في بالعربي فعل طفطفة. بالفعل بعدين أنا قلت صح يعني متذبذب، تذبذب يتذبذب، سراجا مطفطفا متذبذبا لا لا يطفأ. بالعربي بالترجمة العربية اليسوعية فتيلا مدخنا لا يطفئ. لا نحن عندنا ترجمة سراجا مطفطفا لا يطفئ. عجيب. منين جت؟ من هذه طبطب طبطوبة يعني تذبذب ارتجع. اوكي متذبذب. طابس طاء بي سين طابس طباسة تضايق من الحر. لما الواحد يتضايق من الحر ماكو يكون عليه وخمة هيك تفصلي يعني يمكن بالعربي طفص بس طفص العربي يعني مات مو صح. فلذلك انا قبل كان كذا طفص بعدين غيرتها لانه قلت لا راح يعطي غير معنى بعدين. طابس طباسة تضايق من الحر تفصلي من خمة طابس طباسة. اوكي. طارت راية ساقة او قادة، يسوق سيارة، يقود سيارة، يقود اي شيء. طارد طرادة مثل العربي نفس الشيء. طارد طرادة طرد أبعد نفى. طارد وهي موجودة أيضا بالعرامي. طارد نفس الشيء يعني مو بس بالحديث مشهوري. طرطم طاء طاء ميم طرطومة تذمرة طرطم طرطوم. طرطش هاي آرامية أيضا. طرطش طاء راء طاء شين طرطوشة لوث لطخ دنس طرطش. طارب طاء راء ريش بي أبونا في أغنية لصباح تشتتني عرسان يطلع لي طرطوشي. يا رب تشتي عرسان حتى يطلع لي طرطوشي. يعني نقطة واحد من العرسان يجيني. علي. هاي أغنيتها لصباح. فلطخة يعني تطلع لي لطخة واحدة من ايوه يا رب تشتي عرسان يطلع لي طرطوش. حلو. فهي طرطش هذه آرامية هي. اوكي. طارب طارة بي طارب طرابة طرقة خفقة طربة خفقة. تروبلوم بي يعني اخفق البيض، يخفق البيض. طارب بي. طربب في حين طربب رباعي هذا بي طربب طربوبة. غمز طرفة عين ما كل من العين تطرب ترفرف ايوه نعم. غمزة عين. اوكي بعدين طارس طاء راء سي صاد طارس طراسة سمنة يسمن يصير سمين يصير ثخين يثخن. مطرس مطروسة يسمن. لما واحد يسمن كرم الثور والخروف يسمنون يعني يخلوا شو يسموا بالعربي لما قال الثور السمين او المسمن يعني يسمنوه. ابونا احنا بنقول عندنا متروس يعني مليان. ايه طبعا عربي. نحن عندنا ايضا بالعراقي متروس. هو متروس شيء متروس يعني ملآن. ايوه بالضبط يعني سمين. صح بالضبط. ايه طارس من هاي يمكن له علاقه بهذا. ايه عندنا طشوي مطاشوي طشوي اخفى اخبأ طشوي خبأ. اوكي تشوف يعني في امور كم فعل هو مثل العربي والبقيه طبعا غير مختلفه. المهم هسه نجي حرف الياء يوت.
يوت. يائر أول فعل هو يائر، يارى، تجرأ. أبونا يعني اللي يقرأ أشوري، يتعلم أشوري، ما يعرف يقرأ البشطة. يعرف يقرأ بس ما يفهم كل كلام، والقراءة نفسها، بس أيوة. الكلام كله ما يفهمه كل الكلمات. يعني كم نسبة اللي يفهمها؟ لهذا نحن الآشوريين عندنا اللي ما درسوا اللغة القديمة، لأنه بشطة القديمة نحن هيك نسميها، آشوري قديم وآشوري حديث. آشوري قديم يعني أرامي أو سرياني يقولوها جماعة، أو الكلداني يقولوها كلداني، نحن نقول آشوري قديم، والسرياني يقولوا سرياني قديم، وآرامي قديم، كيفهم كل واحد كل واحد يسميها شكل، مثل ما نسمي ألمانيا دويتشلاند، تيسكلاند، ألمانيا، جرماني، فعندنا تسميات لنفس الشيء مختلفة. فاللي يعرف نحن آشوري قديم، إذا ما يعرف، إذا بس يعرف الآشوري الحديث المعاصر هذا ما يفهم كل كلمات هذه. لذلك عندنا هاي المشكلة، أنه أنا حكيت لك مرة عنها، أن مشكلة طقوسنا الكنسية كلها بالآشوري القديم إلى حد الآن فقط، والى حد الان. هلا خابرني قبل كم يوم قس، لان انا هلا ما عندي كثير علاقه، ما مثل ما يقول اتابع الامور اللي تصير بالكنيسه هسه الحديثه، منشغل بهذه الامور الاخرى هسه. ما قال لي انه اخيرا وافق المجلس الاعلى الكنسي الاعلى، المجلس الاعلى، على ان نستعمل اللغه الاشوريه الحديثه بالطقوس، ان نترجمها للاشوري. وانا حكيت لك قبل 20 سنه ترجمتها، لا بل 23 سنه، سنه 99 مترجمها كلها، مسوي كراس ومنطيه لرؤساء الكنيسه عندنا لما كان يقول لهم شنو اقتراحاتكم بالنسبه للاجتماعات اللي يسووها. فانا اقترحت هذه واعطيت الكراس هذا هي ترجمه للاشوري الحديث، ما وافقوا عليها. هي كان 23 سنه، هلا يلا وافقوا عليها بعد 23 سنه. أبونا ممكن نقول إنه الفرق بين الأشورية الحديثة والبشطة هو الفرق بين الفرنسي واللاتيني؟ بين الإيطالي واللاتيني أكثر. بين الإيطالي واللاتيني أقرب للاتيني، تعرف، الإيطالي أو واللاتيني أو بين الفرنسي والإيطالي. إيه بس شوية أنا أشوف فرنسي وإيطالي شوية أبعد كثير، يعني أكو فروقات شوية أكثر. إنما اللاتيني والإيطالي يعني حتى نفس القراءة، تمام، نفس الشيء، يعني تقريبا نفس القواعد القراءة، الجي انه ان وجي لما تجي ما تنلفظ الجي، وهيك امور يعني مقارب مشابهه. فالاشوري الحديث المعاصر والبشتة هذا الارامي هي هيك بالضبط بين الايطالي واللاتيني، اللي يعرف طبعا ايطالي لاتيني. وعلى فكره انه كل اللغات هذه عندها القديمه لها الحديثة، مثلا الأرمني حديث، وكو أرمني قديم، اكو يوناني حديث، يوناني قديم. نحن درسنا يوناني قديم، بس يوناني حديث أنا ما أعرف. يوناني القديم شوية درسناها أنه كيف نقرأ وهذه ما أعرف إيش بعض الأصول بتاعه، بس يوناني القديم لأنه الكتاب شو اسمه المقدس أو الأناجيل كان مكتوبة باليوناني القديم، مو يوناني الحديث كتبت. فنفس الشيء موجود عندنا، الآشوري أو السرياني أو الكلداني القديم والحديث، في عنده نسخة القديمة والحديثة. فقط العربي مع الأسف ما عملوه، كان لازم يعملوها، بقوا على هذا القديم. وشو بدت اللهجات تصير كثيرة، وبدت اللهجات في بعض الأماكن تطغى على هذه، تمام، على اللي يسموه نحوي الفصيح أو الفصحى أو الفصحى العربية الفصحى. هي عربية القديمة خلوا يسموها، وهذه يعملوا عربية حديثة وانتهوا. أبونا احنا عندنا نفس الشيء في سويسرا مع الألماني. تعرف بالمدرسة عندنا بيدرسوا بالألماني الرسمي، بس في بيوتهم كل واحد يحكي ألمانيتي تاعته. عندنا حوالي 10 ألمانيات. واو، 10 أنواع على الأقل. على الأقل شفت يعني هالشيء موجود بكل الشعوب تقريبا، مثل العربي في العربي الفصيح هو اللي يدرس في المدارس. نعم، فهمت علي؟ صح. أما في البيت وفي التلفزيون لما يعملوا محادثات
يعني قليل ما يحكوا اللغة الفصحى صحيح الألماني. صحيح بالقوانين فصحى. نعم وفي سويسرا أنا يعني أظن قليل ما كتب باللهجة السويسرية، ما في. فيعني الفرنسي لا، الفرنسي بتاع المدارس والفرنسي بتاع الشارع نفسه. شفت نعم صح. ونحن هالشيء هذه عملنا انه اللهجات المختلفه، كان نحن عندنا لهجات الى 100 لهجه تقريبا. أيوة بس أيوة. اكثريه اللهجه هذه اللي غلبت، يعني كانت غالبه واخذت من كل اللهجات، صارت هاللغه هذه تقريبا قبل 150 سنه بدات تتشكل هذه اللغه الحديثه الاشوريه الحديثه من اللهجات المختلفة اللي كان موجودة. فيعني احنا عندنا بالألماني نفس المشكلة اللي موجودة عندنا بالعربي نفسها. أيوة. نفسها وقليل جدا ما احنا بسموه شفيتسر دوتش. شفيتسر دوتش بسموه شفيتسر دوتش، يعني الفرنسي السويسري. الألماني السويسري صح. أيوة. شفيتسر دوتش. احنا شفايتس ما يحكي، بس شفيتسر دوتش. الألماني السويسري. أيوة. قليل جدا ما مكتوب بها، ما في كتب أبونا بالشفيتسر دوتش. ما في. بالبرلمان عامة يحكوا هوخ دوتش. انت تعرف احنا عندنا 4 لغات في سويسرا. ايوه. ما يحكوا 4 لغات. وفي مترجمين بطبيعة الحال، بس 4 لغات. بس يحكوا عامة الفصحى، يحكوا الفصحى، ولا بعدين يتغلبوا المساكين. وانا هذه كنت اعرف منها، درستها الالماني هذه، ما اعرف بقيه يعني شويه، هسه نسيتها كثير منها، يعني اعرف الى هسه شويه. لما رحت بعد 40 سنه رحت الى المانيا من ما كنت فيها سنه 72 و70 انا رايح له متعلم شويه هناك. فرحت كنت اقول بعض الكلمات هيك احكي، فقال لي واحد انت كيف تحكي؟ انت تحكي مثل هتلر اشوف. ايوه اللغه القديمه. كيف مثل هتلر؟ قال ايه تحكي الماني هذا الكتابي. قلت له صدق انا هاي اعرف، ما اعرف اللهجات، لانه انا ما عايش بالمانيا حتى اتعلم اللهجات او لهجه. عايش مده طويله بس جاي الدراسه وهذه. الله كمل. هي على الاقل استفدنا نشوف علاقه السرياني بالاهرامي. نعم، حتى واحد يفهم واحد الآخر، نفهم اللغات بعضنا، مشاكل موجودة، الصعوبات الموجودة الحقيقة. يعني مثل العربي العراقي والعربي المغربي يعني بعيد عن البعد، كل البعد يعني كل البعد. يعني أنا هسه لما أسمع مرات تونسية أقول هذا مو عربي، ليش ما يتكلم مو عربي. صحيح. ذلك نفس الشيء سمعت عماني ويمني ما يفهم، يعني 90% ما تفهم، 10% تفهم. معقول. العماني العماني انا افهمه كله. العماني الاصل. انا ما اعرف، كان مره شفت الشريط، يعني مره مرتين شايف شريط بالعماني لما يحكون في، يعني كان رحله الى هذه تعريف بها يسوي بعض السعوديين. حلوه كثير هالسلسله. فراحوا بعد الجبال شو يسموها، منطقه ما تجي بالي اسم، منطقه في جنوب غرب عمان، جبال حضرموت. يمكن هيك منطقه. كان يحكون هناك الشياب هاي، ولا واحد ما يفهم يا اخوي شلون عربي دي يتكلم. شيء غريب. فموجوده هاي بكل اللغات موجوده. ايوه. بس نحن مليح، نحن الاشورين هذه عملنا لنا هذا الشيء، طلعت يواشوش من انصهرت في بودقه واحده اللهجات كثيره، طلعت لهجه معينه هي هذه. وانا لذلك انا يعجبني كان كثير ومن الصغر يريد انه هاللهجه هذه نحفظ عليها ونطورها حقيقه. وهذا مع 20 سنه يعني وقلت هالقواعد هذه لها. هلا ابونا بشان الطبعه العربيه للقران اللي لازم تزيد لها السرياني، حنكتب بالارامي القديم. طبعا مو الجديد، مو العاشوري. هذه لا طبعا.
ايه لانه أكيد. زمن القرآن ما كان في سرياني، كان في كان في ارامي قديم آرامي، يعني كان في هي آرامية هذيك، نعم. لغة لهجات اللاي ما كان فيها، يمكن كان فيها يمكن، بس هي ما مشهورة ما معروفة يعني، كان على مستوى العام يعني هي اللغة الآرامية القديمة. البشطة مثل في بشطة، أيوة. يلا وطقوسنا كمل. طقوسنا احنا عندنا هناك طقوس يعني قبل البشطة حتى مكتوبة، نصوص عندنا ايوه إلى هسه باقية في كنيستنا بعض هذه تراتيل وهذه أخرى نصوص فبها بتلك اللغة يعني القديمة. ومثلا قلت لك هي مشكلة أنه واحد آشوري، هو سؤالك هذا اللي قلت أنه الواحد اللي يعرف آشوري يعرف هذا آشوري الحديث، حتى لو يقرأ البشتة ما يفهم كله، لا يفهم 70% يمكن، أقول لا 60% 50% يفهم ممكن. أيوة. فقلت لك لذلك هلا سمح بأنه كل الطقس يعني طقوسنا نعملها نترجمها إلى آشوري الحديث هذا المعاصر. بالرغم من أنه كان عندنا نحن سماح أنه فقط القراءات الكتاب المقدس أثناء المراسيم الدينية نقراها نترجمها ترجمة آنية من الآشوري القديم إلى الحديث إلى المعاصر. ولكن هلا كل الطقس، وأنا قلنا نترجم كنت هذا الطقس كله، طقس القداس الإلهي، ترجمه كان للغة الآشورية الحديثة. يعني حيستفيدوا من ترجمتك الآن. أيوة نعم، الآن بدأوا. يلا كويس، آخر أمر بثمر. نعم. آخر الأمر بثمر. يلا أبونا كمل. نكمل أيضا حرف اليود، نبدأ بيائر أول فعل، يائر يارا تجرأ، وعندنا أيضا مرادف له زابر وقجدر، اثنين مرادفين زابر وقجدر بنفس المعنى يائر. ياوش الثاني يا باء ملينة شين ياوش، أيضا بالآرامي نفس الشيء. واشا الياء هذه ما تلفظ تصمت ياوش واشا يبسة جفة، شو مثل عربي يابش ياوش يابس يبسة. وأيضا عندنا مرادف له بارز أو ياوش. الفعل الآخر هو يادل ياء دال لام ودالة أيضا. الحرف الأول اللي هو علة يصمت، دالة يصير باضة يبيض، دجاجة تبيض. يدلى كتيتة يدلى، الدجاجة تبيض. أوكي. الفعل الآخر يادئ وأيضا أرامي يادئ ضاء يعني عرف علم. مضوء عرف أعلم، مضوء عرف أعلم، يعني هذا الكوزاتيف تاعه المسبب أيوه. ياهو أرامية أصل ياهو يا ها وباء باء ملينة، يعني أصل ياهب هاوى أيضا هذه تصمت الياء هاوى وهبة ياهو هاوى وهبة. في حين يهول رباعي يا ها باء ملينة لام يهول يهول أعطى، وهب وأعطى. طبعا الاثنين عندهم قريبين عن بعضهم بس في فرق بيناتهم، كل واحد عنده وهب أو أعطى. يازب زابا يازب يا زين بي يازب أيضا أرامي زابا استقرض استعارة يازب. يالد يا لام دال لادا يالد لادا ولد. شوف يادل الدال قبل اللام يبيض، يلد ولد، يادل باضة يالد ولد. ملد ملودة ولد يولد لما يولد شيء ولد. يالب لابا
تعلم يعلب لعبة. أنا أتعلم العربية، أنا باليابون لشان عرباية. ملب ملوبة يعلم علم، هذا تعلم يعلب، ملب علم يعلم. منها تجي ملفان ملبانا يعني المعلم. يامي يامي يا ميم أليف يامي معيا الياء تصمت. حلف أقسم يامي معيا. ياسب رامي ياسب سابا زاد كثر. وعندنا أيضا زائد، ناقلين احنا من عربي نستعملها زائد زيادة. ياسب سابا. ومن هنا يجي يوسب يوسف يعني يوسب، يزيد يعني معناه يزيد. بالضبط ترجمة اليوسف بالعربي هي يزيد، يزيد بن معاوية، ويوسف يوسف الصديق. يوسف ياسب ساب. يا ايه يا عين أليف يا ايه آية نبت ينبت. موعي موعوية أنبت. وعدنا المرادف له أيضا مجين جيم ميم جيم ياء نون مجين، نفس الشيء ينبت يعني. يا بي أليف يا بي بايا خبز يخبز. ياصب يا صاد بي صابا ياصب صابا. اعتنى اهتم يعتني يهتم ياصب. ياقد قادة، ومقد مقودة المسبب تاعه. احترق أحرق. ياقد احترق، مقد أحرق. أنت مرة سألتني قلت يمكن أوقد، لا ما يجي بمعنى أوقد. أوقد هذه كغير راح نجي عليه غير فعل هو هناك. أوقد شاغر يسموه أوقد فعل آخر. يقر، شوف يا هي لها فتحة قصيرة فتشدد القاف اللي بعدها. يقر والتلينها مياقر. يقر يقور مياقر مياقوره. احترم وقر، بالضبط وقر شو العربي قريبة عنها. يقر وقر. يارخ يا را خاء كاف الملينة تصير خاء. يارخ راخا. طال يطول صار طويل. مريخ مريوخة أطال طول. يارم يا را ميم واسم فاعل راما. يارم راما. ومرم مرومة. يارم راما على ارتفع يعلو يرتفع. في حين مرم مرومة على رفع جعله يرتفع. مرم مرومة يارم راما مرم مرومة. يارت راتا ورثة ملكة. مرت مروتة ورث ملكة. بالضبط تشبه عربي يارث يرث، مرث يورث. ياتو يا تا باء ملينة. ياتو تاوى جلس. في حين متيوه أجلس. هيك ينتهي الحرف ياء. نجي على حرف كاف. كاب. شوف كافين كاف الوسطانية والبداية والكاف الأخيرة. كاب هيك نكتبها. عندنا أول فعل هو تشائد. تشاب كاف تحت هذه الشرطة المتموجة. تشائد تصير تشائد تشيادة حسب القاعدة اللي أنا شرحتها بوقتها أنه الأليف تنقلب إلى ياء. تشائد تشيادة. دعا عزم يعزم.
وعندنا الفعل الأصلي القديم زامن نستعملها، يعني زامن زمانة، يعني دعا أو عزيمة للعزيمة. الفعل الثاني هو كائل، كاف همزة لام كائل كيالة، تنقلب هذه الهمزة إلى ياء يود. كائل كيالة كالة، شوف العربي مثل يشبه هذا، كالة أو قاسة، يقيس يكيل. يكيل طبعا أوكي اثنيناتهم، يعني سواء للثقل أو سواء للمسافة أيضا للطول. يكيل رز أو يكيل عصا. كائم كيامة، كائم كيامة اسود، يسود يصير أسود. مكم مكومة يسود، يسوده سود. كائب كاف أليف أو همزة وبي كيابا، كائب كيابا. انحنى ينحني يهبط، يعني يهبط ماكو ينحني يعني ينزل يصير يوطئ يوطي أو هيك. كائب كيابا انحنى. فمثلا نقول جدار هو كوبا هو الاسم اسمه كوبا، يعني واطئ مو منحني، كوبا واطئ. فمن نفس الجذر كائب كيابا انحنى أو هبط أو وطأ. مكب مكوبة هو التجديد بتاعه أو التسبيب مسبب. مكوبة أحنى جعله ينحني، انحنى أحنى المعتدي يصير. كائش كياشة، كائش كياشة انكمش فرغ. فرغ طبعا مو فرغ شيء يعني الإناء أو المكان، إنما أنا كثير يعني حاولت أن أجد الشيء بالضبط اللي يعبر عنه. يعني مثلا لما الإطار أو بالون يتنفس، يعني يروح الهواء بتاعه فينكمش، تمام، يفرغ من الهواء. هي هذا كائش كياشة، يعني انكمش، صار كان معبى صار انكمش، خرج الهواء فقط. لهذه نستعملها. ما نقدر نقول أنه الإناء فرغ كشلة معنا، لا، الإناء ما ممكن نستعملها فرغ بمعنى فرغ، فقط لمن شيء في هواء والهواء يطلع فينكمش. لما نقول نفس، أنا كان كتبت نفس، بس باللحظة الأخيرة سويتها قلت يمكن ما تفتهم نفسه. نقول يعني العجل نفس، العجل نفس. أيوة بالضبط، أيوة. كشلة طاير كشلة، أو تشوب كشلة. أيوة. مكش مكوشة هو التسبيب بتاعه والتعدي بتاعه. مكش مكوش كمشة ونفسه، يعني آخر لحظة من نفسه سويتها فرغة. نفسه كمش نفسه. كائت كياتا نشف نضب تبخر. لما مثلا نقول الماء لما يتبخر، ماء انتهى يعني من هذه من تبخر كله، فالشو صار كتله مثلا شاي. لما نقول القوري بتاع شاي، شو قوري نحن نسميه بالعراقي، هذا الدله بتاعت شاي مثلا، اذا ماء بتاعه خلص وكتله شاي كتله، يعني الدله تبخر منها ماء، يبست نشفت. أيوة نشفت، نضب تبخر نشف. كل هذه معاني تعطيها كائد كياتا. مكت مكوته يخليه ينشف، نشف بخر. أوكي. عندنا كاوش كاف باء بيت ملينة شين، كاوش كابش. كواشة كبسة داسة، كبس. شو مثل عربي كابش كابس يكبس كابس كباشة كبسة داسة. كاوي كوايا كوا،
أيضا شو يشبه عربي؟ في يعني لا بأس من الكلمات تشبه العربية من الأفعال. كاوي كوايا كوا. مكوي مكوي يكوي. كوا أكوى. ينكوي يكوي. كاخل كاخل آرامي أيضا. كاخل كخالة كحلة. نفس شو بالعربي العربي كاخل كخالة كحلة هيك. شاخص بالكاف تحتها هذه شو اسمها تصير تشاب. كاب تصير تشاب. شاخص والخاء السين. شخوسة لأنه عليها الشاب عليها فتحة قصيرة فالخاء تتشدد. شخص شخوسة فتصير رباعية فتصير اسم فعلها على الطريق الرباعي. شخوسة مو شخاسة إنما شخوسة. والتلطيفها هي مشاخز مشاخوزة بالميمي. وبخ أنبة. شخص شخص وبخ أنبة. وألنا مرادف هو أيضا منخس. منخس ميم نون خاء كاف. هاي يمكن شفناها أو لا ما شفناها راح نشوفها بالميم. أيوة منخس. بعدنا الفعل الآخر تشاير أيضا. شاب يا راء. تشاير شيارة ثلاثي لأنه شيارة. زعل. زعل يزعل. في عندنا فعل آخر مرادف لزعل أستاذ سامي العربي. جقرة. لا غضب. غضب. هاي غضب إنما يزعل واحد زعل منك يعني ما يحكي بعد معك. حزنة. لا زعل. احنا ما عندنا واحد ثاني. ماكو زعل. بس هو يستعمل زعل مو زعل. الزعل زعل مني يعني. أيوة. ما عاد يحاكيني. أيوة بالضبط هو هذا المعنى. شاير شيارة. أما غضب شيء آخر. هو حزن أيضا فعل آخر. أوكي فشاير. تشقبن. شاب كاف باء نون. تشقبن تشقبونه. سلحة. سلحة. تشقبن تشقبونه سلحة. تشقبن. وعندنا أيضا فعل الأصلي هو زين زيونه. زين مو معنى يزين يعني يجمل إنما يسلح. زين زينة. زينة هو سلاح. زينة كسية السلاح الخفي. تجي كثير بالصلواتنا طقوسنا يا رب أعطينا هذا السلاح الخفي ضد الشر ضد الشرور وهذه وهيك الخطايا وهذه. زينة كسية السلاح الخفي. شقبا شقبون سلح. كاتشخ كاب شاب خيت. كاب شاب خيت. كاف شاء وخاء خاء. كاتشخ كشاخة تعبة. تعبة. كاتشخ كشاخة. مكتشخ مكتشوخة أتعب يتعب. وعندنا المرادفين له شرشة شرشوية وجاهة جاية. مرادفين له عندنا كاتشخ وشرشة وجاهة للأتعبة يعني يتعبوا. شرشة شوف مو هي شرشة. شرشة معناها الشرش الأصل شرشة. إنما شرشة شرشوية يعني يتعب ينهك تعب نهك ينهك. هذا شرشة على أكثر تجي نهى ينهك. مكتشخ شوخ. أوكي بعدين عندنا كالي كلايا. كالي كلايا وقف يقف. مكلي مكلوي أوقف يوقف صد. أوقفه صده مكلي. كلكل كلكل كاف لام كاف لام. كلكل كلكولة يعني زغردة. لهذا كل لولو يسوون كل لولو. عندنا هاي كلكل من كلكل جاية كلكول يزغرد. كل جلجلة كمان. جلجلة. أيوة جلجلة يعني بس مش بزغرته يعني قريب منه. ايه تعطي نفس المعنى زغردة. جلجلة. بس جلجلة شيء آخر مثلا
الحية تجلجل ولكن لا تزغرد. جلاجل. المصريين يقولوا الجلاجل. يعني هو الأجراس اللي جلجلة يدق الأجراس. يدق الأجراس جلاجل. فضيحة بجلاجل. ها فضيحة بجلاجل. بجلاجل يعني بالصوت العالي. فضيحة على العلن. العلنية الجلية. ايوه. اوكي بعدين عندنا كلل. شوف كلكل صغرى. كلل كلولة مثلا عربي يكلل كلل توج. فكليلة يعني الكليلة او التاج. فلذلك شو اسمه طقس او رتبة التكليل نسميها ماكو التزويج زواج. كليل ليش؟ لأنه أثناء هذه الرتبة الشيء المهم اللي هو الإكليل اللي يحطه الكاهن فوق رأس العروس والعريس. أيوة. ختن العروس هذا الإكليل هذا التاج. فلذلك كللهم. أيوة. إحنا عندنا بالفلاح بسمي تشلل. يشلل. أنتم مش باللهجة العراقية بتقولوا تشلل. إيه أيضا يمكن تشلل. إيه فهو بس كلل يكللوا. أنت حكيت لك قصة والدتي. إيه قالت للخوري تشلل واسكت. مسكين الخوري خوفتها. مسكين صار ينتفض. شلل واسكت. انت شلل واسكت. لا طولها. لا تتعبني. شلل واسكت. لازم كان يسأل شيء يعني القضايا هذه. قال ما عليك منها شلل واسكت. ايوه. لا لانه هذا والدتي زوجوها غصب عنها لواحد ما تريده. فاهم علي؟ هي وابن عمها. فرحت الكنيسة قال لها يا رفقة تاخذي عوض. ما جاوبت. أنا اسألها ثاني مرة قال لها يا رفقة تاخذي عوض. ما ردت. بعدين واحد من وراه قال لها هلا بتقولي ما تفضحينا امام الناس كلهم بالكنيسة. ثالث مرة بتقول له ها يا رفقة تاخذي عوض. قال شلل واسكت. احنا شو جايين نساوي؟ واو جريئة كانت جسرة. 15 سنة. الله يرحمها. ما شاء الله. الله يرحمها. وكان عمر أبويا 14 سنة. واو أصغر منها. أكبر منها. وكل القرية تعرف القصة. تروح القرية شلل واسكت. هذا اسكت. شنو لا تطول. لا تسأل كثير. أيوة. احنا شو جايين نساوي هون؟ لا احنا جايين نلعب. حلو ما شاء الله جسرة. الله يرحمه. اجيت على امي انا هيك. ظاهر طالع على امك انت. شوي شرس. جسرة. صح. الله بعيد. يلا كلل كلولة كللة توجه. شالب الكاف شاب شالب شا لا لام با بي. شالب شلابا قسم شقة. وإلها هذه إلها المرادف هي بالغ. راح نشوفها لما نجي على بالغ. أعطيه شالب بس هوني يمكن نسيت أخليه. شالب شلابا قسم شقة. والانشقاقات الموجودة شلابة وبولاغي. الانشقاقات الموجودة بالمسيحيين أيضا دائما نحكي عنها بولاغي وشلابة. المشيخاي المسيحيين الانقسامات وانشقاقات بين المسيحيين. أوكي. تشامج شاب ميم شاب. تشامج شماتا مضحكة شوية كلمات. تشامج شماتا ذبلة انكمشة. ذبلة لما يذبل الوردة وهذه نقول شمتش وردة. شماج لما واحد يكون هيك منكمش على الوردة يقول ايش بيك انت مالك شميتة تدخل شميتة ايش بيك هيك منكمش على بعضك. اوكي.
كامل مثل العربي، ممكن العربي جاء كامل، كمالة، كملة، تم. مكمل، مكمولة، كمل، تمم. وعندنا طبعا الأصلي أيضا مرادف قامر، قمارة، ونستعمل أيضا كامل، كمالة. أوكي. كامن، كاف ميم نون، أرامية أيضا، وعربي نفس الشيء. كمانة، كمنة يكمن كمينا. أوكي. كامن. جامع، شاء ميم عين، جامع. جماعة، انطفأ، جامع جماعة. جميلة شرايا، انطفأ السراج. مجموعة، أطفأ. جميلة شرايا يعني أطفئ السراج. كمبولة، كاف ميم با لام، كمبولة، لفه بالجريدة بالشيء. كمر، كاف عليها فتحة قصيرة تتشدد الميم. كمر، كمورة. مكامورة، تلينها، تلطيفها. طرد أيضا مرادف لطرد، طارد. انظر طارد، عندنا شفنا طارد، عندنا أيضا مأخوذ من العربي طارد، نستعملها. ونستعمل أيضا كامر، كامورة يعني يطرد. كانش، كناشة، كنس، جمع. مكنش، مكنوشة، كنس، جمع، جعله يكنس ويجمع. كسوية، كاف عليها فتحة قصيرة فتتشدد السين بعدها. كسوية على الطريقة الرباعية يصير اسم فاعلها كسوية، مكساية، كسوية. وأيضا تلطيفها بالميم، كاسوية. غطى، أخفى. كسوية، غطى، أخفى. كسى أيضا بالعربي، كسى، يكسو، تمام. يكسو، تمام. أخفى، كسى. نخلي هاي كسى أحسن. كسى، يكسو. كسى بالألف، كسى يكسو، ويكسي، ما أدري، ما أعرف. كسى، يكسي، كسى، لا، يكسي. صحيح هيك. أيوة. كاسخ، عندنا كاسخ، كاف سين خاء، كاسخ، كساخة. قلم، كسحة، يقلم الأشجار، تقريم، تبرون. كاسخ، كساخة. هلا بعد شوية لازم نكسخ هذه الأشجار، العنب وما عنب. ساخة، قلمة. كابوية، كاف باء أليف، كابوية، مكابوية. غطى، هذا غطى، تمام. هذه كسى أكثر، كسى، غطى. كابل، أرامية أيضا. كابل، كبالة، كفلة. في العربي كفلة يكفل. كابل، كبالة، كفلة. تشابلن، هسه جينا على تشابلن، هي طرطش قلنا وقتها. أيضا انظر تشابلن، هاي تشابلن. شاب، بيلام، نون. تشابلن، شبلونة، نجس، لوث، دنس، طرطش، أو طرطش أيضا. كابن، كاب، بي، نون، كبانا، كابن، كبانا. جاع، يجوع. كبينا، جايع. أنا كبينة وين جايع. كابر، كاب، بيرا، ريش، كبارة، كابر، كبارة. كفر، ارتد. كابش، كابشين، كباشا، اجتمع. كابش، كباشا، اجتمع. لها أيضا كابش، جامع. كلمة عندنا مأخوذة من العربي نستعملها، جامع.
جامع كابش كباش. كبش كابوشي إذا كانت هذه مشددة، كابش كباشا يجتمعوا. كبش كابوشي ومكابوشي يجمع الأشياء مع بعضها. كاري كراية قصرة، صار قصير قصرة. مكروية هو السبب بتاعه، مكروية قصر الشيء. كارب كاب ريش بيت، كارب كرابة غضبة، هاي غضبة كرابة كارب كرابة، مع أنه بالعربي الكرب غير شيء يعني، لكن كارب كرابة هو الغضب. كربة هو غضب، كربة. وبالآرامي رغزة راجز، اللي نحن ما نستعملها، راجز رغزة. الرغز من هذا الرجز يمكن بالقرآن جتي رجز، أو هيوة رغزة، هي آرامية رغزة، راجز رغزة. أيوة. كارخ كاف راء كاف ملينة خي، كارخ كراخة. كفنا لفة جالة، كل معاني كارخ. يمكن الكرخ، عندنا منطقة الكرخ في بغداد. عندنا بالعرب بالقرآن كرب هيك كربة يعني الحزن. هناك، أيوة بالعربي كرب الحزن، لكن بالعاشوري المعاصر كرابة هو غضب. أيوة. وبالآرامي رغزة ويمكن بالرجز بالقرآن رجز، يمكن الغضب مو. كارخ كراخة، قلنا كفنا لفة جالة. كرخية جولة، اعملك فت كرخية، اعملك فت جولة في هذه، ودلخ كرخية جولة. شارخ في حين، شاب راء خاء كاف ملينة. كارخ شارخ، وهي أجنبية عجمية. شراخة يعني تسلق، شارخ شراخة تسلق. وأيضا شو نسميه لما واحد يروح يتجول هيك على حل شعرها، مثل ما نقول المصريين ماشية على حل شعرها، وهذه شارخ تسلق. أوكي. كركر كافرة كركر كركورة، كركورة. طرشة صار أطرش، كركورة تطرش. كرة وأطرش، كرة أطرش، كركورة. كركر طرش فلان، صار أطرش. أوكي. في حين إذا كانت الكافين تحتها شارحة متموجة، يصير تشرشر كركر وتشرشر. شوف نفس الشكل، فقط اللفظ هنا تشرشر تشرشورة صرخة. قلنا طبعا مرادفين أصلي، صارخ وقاوخ، هذول أصليين أكثر. وتشرشر أجنبية جاية عجمية، ما أعرف شلون منين جاية داخلة، عندنا نستعملها كثير. تشرشر تشرشورة، أو صارخ صراخة، قاوخ قواخة. أيوه نفس الشيء، نفس المعنى. كركت كافرة كافتاء، كركت كركوتة. دغدغة يدغدغ، دغدغة كركت دغدغ. كرمخ، شوف انت تلاحظ الكاف نحن مرات نستعملها كي هيك يابسة، مرات شوية نستعملها هيك كي وكي في مختلف الكلمات والأفعال. كرمخ كرموخة. لفة أيضا طوى، في عندنا كثير أفعال لهالعملية لف وطوى يطوي. كرمخ كرموخة. وكرمش كرموشة، كرمش كرموشة. ذبل جعد قرمشة. بالعربي أيضا قرمش ما استعمل، هي كرمش كرموشة ذبل.
جعد تجعد صار جعد. كاشي شفنا كايش كائش، كاشي كشاية، انكمش تقلص، نفس الشيء مثل كايش يعني نفس وتقلص نفس. نفس انكمش. كاشي كايش أو كاشي نفس الشيء نفس الشيء. كاشط كاف شين طاء كشاطة، كاشط كشاطة يعني تبرر، كاشط كشاطة تبرر. وعندنا مرادف إلا برر أيضا، وزدق، زدق زديقة بار زديقة، برر يعني أيضا تبرر برر. مكشط مكشوطة برر، مكشط كاشط تبرر، مكشط مكشوطة برر يبرر. كشكش كشكش كافشين كافشين كشكش كشكوشي كشة زجرة، يكش الذباب يكش هذا يزجر الحيوان يزجر يكش كش. كاتي كاف تاء أليف كاتي، شفنا كائت قلنا ينضب ينشف، أما كاتي يعني وكتايا يعني انقطع نفس خاصة، وكتيلة بيني يعني انقطع نفسي، انقطع نفسي أيوة. كاتي كتاية انقطع. طبعا ما نقول كتيلة خولة يعني الحبل لا ما نستعمل الحبل انقطع أو شيء انقطع، إنها فقط للنفس. كاتي نقول ضاق صدره أو ضاق صدره قطع نفسه ضاق صدره. قطع سنة إيه حلو انقطع هو كم. أيوة. كاتو كاف تاء باء ملينة كاتو كتاوى كتب يكتب كتب كتبا كاتو كتاوى كتب كتبا. مكتو مكتوة كتب يكتب تكتيبا. كتب كتبا كتابا كتب يكتب تكتيبا. كاتر كتارا كاتر كاف تارا كاتر كتارا عقدة. وأيضا عندنا مرادفة قاطر، قاطر قطارة، بس القاطر هو تعني عقدة وتعني شيء آخر يخطر أيضا، قطار مثلا يقطر شيئين مع بعضهم يخطرهم، فلذلك ما ممكن ما هي مرادف. طبعا المرادفات أنا حسب رأيي، طبعا رأي الجميع أنه هي في مساحة معينة تماثل بعضها، ولكن أيضا لها بعض الفروقات مع بعضها تفرق المرادفات. فكاتر كتارة عقدة، ولكن ما وقاطر أيضا هي مرادفة لها، ولكن ما نقدر نستعمل كاتر محل القاطر في جميع الحالات، لأن هنا قاطر يقطر أو مو يعقد. مكتر مكتورة أعقد جعله يعقد. عندنا الفعل الأخير بالكاف كاتش كاف كاب تاو شين كاتش وهي آرامية أيضا. كتاشا كاتش كتاشا. صارع قاتل، صارع مو حارب إنما قاتل كتاشا. أبونا نتوقف هون لأنه صارت ساعة و18 دقيقة. نعم. أنا حقطع التسجيل، نرجع بعد 5 دقائق. أيوة. أيوة.